يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة كلنا بنحبها، وكل ولادنا بيحبوها وبيطلبوها مننا دايما، ودايما اغلبية الوقت بيحبونا نطلبها لهم جاهزة من بره. النهارده هنعملها معانا بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. هنجيب مع بعض كده بولة، وهننزل فيها بكيلو من الدقيق. انا هعمل كيلو من الدقيق لاني هعمل صاجين من البيتزا، فانتي لو حابة تعملي نص كيلو برضو دي حاجة ايه، براحتك يعني، اختيارية. انا هنزل هنا بالمكونات الجافة كلها على بعض، فانتي لو قلقانة من الخميرة بتاعتك فممكن تعمليها تيست. هتنزلي بمعلقة من السكر ونص كوباية من المية وعليهم كيس الخميرة الفورية. انا هنا هنزل بالمكونات الجافة كلها على بعض لاني انا الخميرة بتاعتي بستعملها دايما، فواثقة فيها. هنا هنزل بقى ايه، بمعلقتين من لبن البودرة او الكيس اللي هو النيدو العادي ده ممكن تحطيه، وهنزل بذرة من الملح، واحط بقى الخميرة بتاعتي، وهجيب كده ايه معلقة من الخل الابيض، وهقلبها ايه مع المكونات بتاعتي. اقلب وهنزل بقى بايه معلقة الايه الخل. ودلوقتي بقى نزلت ببضاية واحدة ومعلقة زبدة كبيرة، وهقلب بقى المكونات كلها ايه مع بعض. قلبتها كده تمام، والزبدة والبيض تجانسوا كده مع المكونات الجافة بتاعتي كلها بقت تمام. ابتدي انزل بقى بالمية، وانا بنزل بالمية ايدي ما اشيلهاش من العجين لغاية ما العجينة تلم معايا، وعشان احس ان العجينة كده تمام وكده مظبوطة، احس ان هي ما بتلزقش في ايدي وبتتلم معايا بسهولة، تبقى كده تمام. هنزل برشة من الدقيق وهعجن بس كده الايه العجينة عجنة واحدة يا دوبك كده، وبعدين هاخدها هحطها بقى في البولة بتاعتها تاني، واغطيها بستريتش وهسيبها تخمر معايا، او ممكن اغطيها باي فوطة نظيفة عندي واسيبها ساعة تخمر. هكون حضرت بقى ايه الحشوة بتاعتي. هجيب بقى كده حلة صغيرة، وهنزل فيها برشة من الزيت، وكنت محضرة معايا الفلفل قطعاه سلايس كده، نزلت بيه يا دوبك تشويحة خفيفة. ونزلت بقى بالسجق بتاعي كنت مقطعاه مجهزاه، بس انا هقلب فيه كتير لغاية ما يتفكك معايا ويبقى زي اللحمة المفرومة كده كده ايه. حضرته ايه يا دوبك تشويحتين كده وحضرته. هنا كنت جبت بقى ايه طاسة، ونزلت فيها برشة برضو من الزيت ومعلقة صغيرة من التوم. يا دوبك هشوح التوم تشويحة كده لغاية ما ياخد معايا لون ذهبي حلو كده. وبعدين هبقى ايه مجهزة الصلصة بتاعي. الصلصة اللي انا هحطها دي كنت عاملاها انا قبل كده في البيت مصلصلاها. هنزل بقى بثلاث معالق من الصلصة، هقلبهم تقليبة كده خفيفة مع بعض، وهنزل عليهم برشة من الملح والفلفل ورشة من الزعتر. الزعتر والثوم بيدوا طعم وريحة جميلة للصلصة. يا دوبك غلوة وهطفي عليها. طفيت عليها كانت العجينة بتاعتي ايه خمرت وبقت تمام. كده ايه هبتدي اجهز بقى ايه الصاج بتاعي. كده بجرب العجينة كده معايا ناجحة وخمرت وتمام. هبتدي بقى كده رشة من الدقيق، وهلم بيها ايه العجينة، عجنة كده خفيفة يعني، لم بيها العجينة مش اكتر، مش هعجن يعني. ولو عندك العجان بقى تبقى بالنسبة لك ايه اسرع او اسهل يعني، بس انا ايه حبيت اعملها معاكم من غير عجين. هقسم هنا بقى العجينة نصين، قسمتها نصين، وابتدي بقى اجيب الصاج بتاعي اللي كنت حاطه فيه بقى رشه من الزيت. هدهن الزيت كده في الصاج كله وفي الاطراف، وهوزع بقى العجينه. وزع العجينه، جبت المردانه ووزعت العجينه زي ما انتم شايفين. ابتدي انزل بقى بالصلصه، هفردها على العجينه كلها، افردها كده واحده واحده. وبعدين بقى جبت جبنه الموتزاريلا، هحط بقى ايه طبقة من الجبنة الموتزاريلا الأول، وبعدين كده نزلت بقى بالسجق بتاعي برضو، هوزعه على العجينة كلها وعلى الأطراف كلها عشان تبقى كلها ايه الحشوة متوزعة على العجينة كلها. وكان عندي شوية زيتون في اسود على اخضر برضو نزلت بيهم. وهنزل بقى بطبقة تانية من الجبنة الموتزاريلا. كنت محضرة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. هبتدي بقى ادخل ايه الصاج بتاعي كده الفرن 10 دقايق من تحت، و10 دقايق على الايه على الشواية، بس مش اكتر. هنا بقى كده كانت البيتزا بتاعتي استوت وجهزت.
زي ما انتوا شايفينها كده، اقرب لكم الكاميرا عليها، شكلها جميل، روعة، تحفة تحفة ما شاء الله. ولا طعمها خطير، ولا ريحتها هتعجبكم أوي، جربوها وولادكم هيحبوها يطلبوها منكم دايما. احلى وانضف واسرع من بتاعة الشارع، ومش مكلفة. والصاج كبير كده زي ما انتوا شايفين، هياكل منه اكتر من فرد. طعمها بسم الله ما شاء الله تحفة. فعايزاكم تجربوها، وياريت الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.